العوافي عليكم يا حبايبي. ليه زعلان؟ زعلان عشان بيتك صغير وفي مكان شعبي؟ ما غيرك عايش في شقة شرك واخد فيها أوضة والحمام شرك، واللي عايش في أوضة تحت السلم، واللي عايش في أوضة فوق السطح، واللي عايش في خيمة ومتهجر من بلد لبلد وملهوش بيت. دايما أبص للي تحت عشان أحمد ربنا على النعمة اللي أنا فيها. زعلان ليه؟ عشان عربيتك قديمة؟ بص لغيرك ماشي على رجليه، واللي ماشي بكرسي بعجل، وما تسأله يقول الحمد لله. زعلان ليه؟ عشان وظيفتك صغيرة ما هي ستراك ومخلاك مش محتاج لحاجة، ولا بتمد ايدك للناس، ولا مديون لحد. احمد ربنا. غيرك مش لاقي وملهوش وظيفة والجوع، واديك بتشوف العالم حوالينا بيموتوا من الجوع ومهجرين، والحالة يعني الناس حالتها صعبة. احمد ربنا. زعلان ليه؟ عشان عيان بس رجلك شايلاك وماشي وبتشتغل وبتروح وتيجي وتخش حمامك ومش محتاج حد يساعدك، غيرك نايم في الفراش وغيره بيساعده. احمد ربنا على اللي انت فيه. وبعدين زعلان ليه؟ حواليك عيلتك واهلك واخواتك وامك وابوك، غيرك وحيد، وما تسأله يقول اللي ليه اب ما بيشيلش هم، ما بالك اللي ليه رب هيشيل هم ازاي؟ احمد ربنا. زعلان ليه؟ عشان خلفت بنات وما خلفتش ولد، غيرك محروم من نعمة الخلفة ويتمنى ضوفر بنت من اللي عندك، وللبنات دي اما تكبر هتتجوز وتجيب لك رجالة، يمكن جوز بنتك اللي يعمله معاك ما يعملهوش ابنك. وعايزة اقول لك حاجة، عيش الحياة زي ما هي. ما تفضلش على طول تبقى زعلان، لان كل مر سيمر، وكل دي يأتي وراه الفرج، والدنيا يوم مر ويوم حلو، وبعد العسر بيجي اليسر. عيش الدنيا واسعد نفسك بالموجود. وبعدين بتبكي على الدنيا ليه؟ هو انت يعني هنخلد فيها؟ احنا كده مهما عشنا فيها هنخرج منها. يا حبايبي، اللي عايش في قصر واللي عايش في عشة هيسيبوها، وكلنا هنتساوى وهندفن في التراب. محدش بياخد ماله وعزه وقصره وجاهه واللي عنده معاه. زي ما دخلت الدنيا هتخرج منها، والكل هيتساوى والكل هيدفن في التراب. ما تزعلش عشان الدنيا مش دايمالك، كلنا هنسيبها ونمشي. واسمعوا نصيحة خالتكم تونا، عايز تسعد نفسك ما تبصش لفوق وما تبصش للنص الكوب الفاضي، بص للنص الكوب المليان. عمرك ما هتزعل وهتلاقي نفسك أسعد الناس. وإن عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير، وتمسوا بالخير يا حبايبي.